السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين سنتحدث عن كأس السوبر الإسباني لموسم 2025. سنتحدث عن نظام البطولة الجديد، مكان وموعد وتوقيت إجراء المباريات، وكذلك الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة بشكل مجاني. وختاما سنلقي نظرة على سجل أبطال هذه المنافسة. يلا واحد لايك وتعليق محفز للاستمرار. إذا ستقام النسخة 41 من كأس السوبر الإسباني في الفترة الممتدة ما بين 8 و 12 يناير 2025. ووفقا للنظام الجديد يشارك في هذه المنافسة 4 فرق بدل فريقين في النظام القديم. يشارك بطل الدوري الإسباني ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه. وستقام هذه البطولة المصغرة على الملاعب السعودية في جدة للمرة السادسة على التوالي، بموجب اتفاق بين الاتحاد السعودي والإسباني يقضي باستضافة المملكة العربية السعودية لهذه البطولة لغاية 2030. ووجب التذكير أعزائي المشاهدين أن الفرق المتأهلة لهذه المنافسة هي ريال مدريد بصفته بطل الدوري الإسباني، وبرشلونة وصيفا ليغا، ثم أتلتيكو بلباو بطلا لكأس الملك، وريال مايوركا وصيفا له. إذا هذه هي الفرق الأربعة المتأهلة، وستلعب فيما بينها بنظام نصف نهائي ثم النهائي. النصف النهائي الأول سيقام بين برشلونة وأتلتيكو بلباو يوم الأربعاء 8 يناير على الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، 10 مساء بتوقيت السعودية. وسيقام هذا اللقاء على أرضية ملعب الملك عبد الله بالعاصمة السعودية الرياض. والنصف النهائي الثاني سيلعب بين ريال مدريد ومايوركا يوم 9 يناير 2025 في نفس التوقيت وفي نفس الملعب. والفريقان المتأهلان عن المباراتين سيتواجهان في النهائي يوم الأحد 12 يناير 2025 في نفس الملعب وفي نفس التوقيت. وأما بخصوص القنوات الناقلة الرسمية لهذه المنافسة فهي قناة SSC السعودية، المالك الحصري لحقوق بث هذه المباريات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وبالتأكيد هناك قنوات أخرى بالتعليق الأجنبي على قمرات سترا وهوتبورد كقناة تيليسينكو الإسبانية وقناة ليكيب الفرنسية. وبالنظر إلى سجل الألقاب نجد برشلونة في الصدارة برصيد 13 لقبا وحلت ثانيا في 12 مناسبة، أما ريال مدريد فيحل ثانيا برصيد 12 لقبا فيما جاء ثانيا في 6 مناسبات فقط. وأتلتيكو بلباو ثالثا ب3 ألقاب فيما حل ثانيا في 3 مناسبات. تحياتي لكم وتحية خاصة للمشاهدين اللي تفرجوا الفيديو حتى النهاية. انتهت كل فقرات هذا الفيديو. لايك وتعليق محفز فضلا منكم.